والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ منورين مكتبه تك، معاكم محمد في فيديو جديد هنتكلم فيه عن واحده من ساعات اورايمو الجديده اللي انتشرت مؤخرا في السوق المصري، وهي الساعه الاورايمو واتش 4 بلس. بجربها بقالي برضو فتره مش قليله، رمضان اعتقد انا بجربها بقالي حوالي 3-4 اسابيع، ومرت بتجربه كويسه جدا. بس قبل ما ابدا الفيديو خليني اقول لك ان في مفاجاتين. المفاجاه الاولى ان انا هسالك سؤال، لو جاوبت عليه ممكن تبقى محظوظ وهيكسب معايا الساعه دي، لان انا هعمل عليها جيف اواي بعد ما توصل 20,000 مشاهده. اما المفاجاه الثانيه فانا هعمل ما بينها وما بين الساعه الاورايمو الاي اس 2 مقارنه. هو نعم الاثنين مفيش ما بينهم مقارنه لان ديت فرق كبير عن دي، لكن سؤال انتشر بشكل كبير جدا، ايه الفرق او ايه الاحسن، الاورايمو الاي اس 2 ولا الاورايمو واتش 4 بلس؟ فخلينا نبدا الفيديو يلا باول جزء، وهو الانبوكسنج ومحتويات العلبه. وزي ما انت شايف معانا على بيكون ده شكل علبه، زي ما انت شايف مكتوب كلمه اورايمو، فيها كويك ريبلاي تقدر ترد على المكالمات او تكنسل المكالمه برساله، وهنشوف ده في الفيديو. فيها كمان ان هي مقاومه ميه بمعيار اي بي 68، ممكن تعرض للبلل والرذاذ البسيط. فيها اكتر من 100 مود رياضي، بتشتغل في وضع الستاند باي لحد 7 ايام. طبعا الساعه بضمان 365 يوم، بتقيس القياسات الصحيه على مدار 24 ساعه. والجميل فيها ان هي شاشه 2.01 انش فول تاتش و اتش دي سكرين. وفي الاخر هنا مكتوب اسم الموديل واتش 4 بلس واورايمو، والموديل اسمه او اس دبليو 801. عندنا في الظهر في شويه مواصفات تقنيه. نوع الشاشه تي اف تي بريزولوشن 240 في 282، حلوه جدا كشاشه تي اف تي، مش هتلاقي اي مشكله في ريزولوشن الشاشه تحت اشعه الشمس. بتيجي بلوتوث 5.2 مستقر جدا في الكونكشن مع الموبايل، ما قابلنيش فيه اي مشكله. وبتيجي بطاريه 300 ملي امبير من نوع الليثيوم، بيتشحن في 3 ساعات، وممكن تقعد معاك استخدام 7 ايام حسب استخدامك، ستاند باي 30 يوم. وبالنسبه لوزن الساعه 41 جرام، وابعادها 53 في 39 في 1.12. طبعا عندنا هنا الكيو ار بتاع البرنامج، وده شكل العلبه. لما بنفتح العلبه مع بعض بيقابلنا اول حاجه شكل الساعه زي ما انت شايف كده، وعندنا كمان الكتالوج، وعندنا الناحيه الثانيه كابل خاص بالشحن. ده بالنسبه للانبوكسنج ومحتويات العلبه. نخش دلوقتي بقى على التصميم. لما نتكلم على التصميم فالساعه جايه بتصميم مطابق شويه او شبيه شويه للتصميم بتاع ساعات ابل، الشكل المستطيل المايل للمربع ده، وجايه بقى بلون مختلف. الساعه مش لونها اسود ومش لونها ازرق، بس هي جايه كده بلون متقارب شويه للون الدارك نايت او الازرق المظلم. يعني هتحس كده ان في دمج ما بين الازرق والاسود. والساعه طبعا بتيجي باستراب سيليكون مقاس 22، خامته متوسطه شويه وسهل الفك والتركيب. عندك طبعا في الجنب هنا الزر بتاع الساعه اللي بتقدر تعمل منه شويه مهمات اساسيه، زي انك تفتح الساعه، زي انك ترجع باك، او تفتح الساعه، او لو عايز تقفلها خالص بضغطه طويله كده بتخش على مود الاغلاق بتاع الساعه. وكمان الساعه فيها اوبشن انك لو ضغطت 3 ضغطات كده بتعمل مكالمه الطوارئ، لو انت مفعلها بتشتغل معاك زي ما انت شايف معايا بالشكل ده. عندنا في الظهر هنا اسم الموديل واسم الساعه ومقاومتها للميه، وهنا عندك البنز الخاصه بالشحن، وعندك هنا السناسر الخاصه بالقياسات. وزن الساعه زي ما احنا قلنا في الانبوكسنج 40 جرام، بتيجي بابعاد 53 طول في 39 عرض، في سمك 11 مللي. خلصنا التصميم، دلوقتي هنخش على الشاشه من نوع التي اف تي بريزوليوشن 280 في 240 زي ما احنا قلنا، وضوح وسطوع كويس جدا في ضوء النهار تحت اشعه الشمس، مش هيقابلك اي مشكله في استخدام الساعه تحت اشعه الشمس. وبتيجي بتاتش سلس قوي، تاتش ممتاز تحت ايدك، مش هتحس باي مشكله، مش هتحس باي لاج في استخدامك للساعه. وطبعا الساعه بتدعم الويك اب، او الشاشه بتدعم الويك اب، والشاشه بتيجي طبعا بمحميه بطبقه من الازاز، الساعه ما بتبصمش معاك اثناء الاستخدام، فتيجي بشاشه ممتازه جدا. نخش دلوقتي بقى على السوفت الداخلي بتاع الساعه، ويكون عندنا الاستخدامات الطبيعيه بتاعه الساعه. ضغط طويل هنا بنفتح الساعه، وعندنا لما نسوايب من فوق تحت كده بنخش على الشورت منيو او الاختصارات بتاعه استخدامات الساعه. والحاجه عندنا هنا البلوتوث الخاص بالمكالمات. بعد كده عندك اوبشن الكشاف لو عايز تفتح الكشاف. عندك بعد كده هنا طاوله سطوع، 5 مستويات للسطوع. عندك لو انت عايز تعمل وضع عدم الازعاج، الويك اب تفتحه وتقفله من هنا. بعد كده عندك توفير الطاقه، وضع توفير الطاقه بتفتحه برده وتقفله من هنا لو عايز تخلي الساعه سايلنت. وعندك بعد كده لو عايز تحكم في مستوى صوت الساعه. وعندك اخر حاجه بتخش على السيتنج. لما بنسوايب بين الشمال لليمين بنخش على الشاشه الجانبيه اللي فيها اختصار للساوند، وعندك 3 تطبيقات اضافيه بتقدر تتحكم فيهم من على السيتنج وتغير اي حاجه فيهم وتضيف اللي انت عايزه. اختصارات سريعه الحاجات اللي موجوده في القائمه من الجنب. لما نسوايب من اليمين للشمال كده بنخش على الشاشات الجانبيه اللي اول حاجه فيها الحاله اليوميه بتاعتك، البيانات اليوميه زي مشيت كام خطوه النهارده، حلقتك كام سعر حراري، ومشيت مده قد ايه. بعد كده عندك الهارت ريت ونبض القلب اللي مش بيقيس في الهواء، لازم تكون لابس الساعه، وبيديك قياسات تقريبيا صحيحه هنشوفها دلوقتي مع الاكسوميتر. بعد كده هيكون عندنا قياس الاكسجين. بعد كده عندنا هنا قياس او معدل التنفس. بعد كده عندنا قياس الاسترس او الضغط. عندك بيانات النوم. واخر حاجه بنرجع للشاشه الرئيسيه مره. ضغطه طويله على الشاشه الرئيسيه بالشكل ده كده بنقدر ان احنا نغير الخلفيات زي ما احنا عايزين. بقى الساعه
حوالي 5 خلفيات نقدر ان احنا ننزل خلفيه خاصه بينا سواء من البرنامج او بصوره شخصيه. لا بنصايب من فوق حاجه بنخش على الاشعارات اللي بتدعم اللغه العربيه بشكل كويس. طبعا الساعه بتقرا الاشعار عدد كلمات معينه من حوالي من 7 ل 8 كلمات وانت بتكمل الاشعار من على الموبايل. ده بالنسبه للشاشات الرئيسيه. عندك عايز تخش على القائمه بضغط على الزر، واول حاجه عندك في القائمه هنا الاتصالات. عندك اول اوبشن تفتح اصلا كونكشن خاص بالاتصالات ولا لا. بعد كده عندك جهات الاتصال، والساعه بتدعم ان انت تنزل عليها حوالي 100 اسم. ال 100 اسم دول ما لهمش اي علاقه باظهار اسم متصل، دول 100 اسم تقدر انت تكلمهم بشكل سريع من على الساعه، لكن اي اسم عندك على الموبايل هيظهر معاك بشكل كامل مجرد ما يرن عليه. عندك بعد كده هنا جهات الاتصال الاس او اس، هي مكالمه الطوارئ، وبتقدر تعملها من خلال انك تضغط على الزر اللي في الساعه 3 ضغطات ورا بعض. عندنا بعد كده المكالمات الاخيره او المكالمات الصادره والوارده. وعندك بعد كده بقى لو انت عايز تعمل انت مكالمه وتتصل انت دايركت من على الساعه. بعد كده عندنا المود الرياضي، عندك مجموعه من الالعاب الرياضيه اللي ممكن تلعبها وانت لابس الساعه. وبالمناسبه تقدر ان انت كمان تنزل العاب من على البرنامج وتشيل حاجات انت مش محتاجها. مجرد ما تشغل المود الرياضي على طول بتلاقي ظهر لك الداتا بتاعه المسافه والمده والنبض والسعرات الحراريه، وتقدر تتحكم في الساوند وانت لابس الساعه ولو رحت يمين او شمال، وتقدر بعد كده تخرج من المود الرياضي. بعد كده عندك هنا سجل الرياضه لما تكون بتلعب العاب رياضيه وانت لابس الساعه. عندك الانشطه اليوميه اللي احنا شفناها بره. بعد كده عندك قياس اكسجين اللي شغال برده بشكل كويس جدا مقارنه مع الاكسوميتر وبيقيس بشكل كويس، وفي نفس الوقت قيسنا نبض مع بعد الاكسجين وبرده ادانا قياسات كويسه. عندك بعد كده الاجهاد او الاسترس. عندك قياس النوم اللي بيديك داتا حلوه جدا، داتا معبره، داتا كبيره عن معدل النوم بتاعك ونمت كام ساعه نوم عميق كام ساعه نوم خفيف، داتا حلوه جدا عن النوم الساعه بتقيسها لك. عندك بعد كده تمارين التنفس، تاخد شهيق وزفير مع حركه الدايره عشان خاطر تحد من التوتر. عندك بعد كده ساعه المنبه، لو انت عايز تضيف اوقات منبه الساعه تعمل فيه فايبريشن. عندك بعد كده ساعه التوقيف، وعندك التايمر لو عايز تعمل تايمر. عندك بعد كده التحكم في الساوند اللي شغال بشكل كويس، سواء انت رابط ايربود او بتسمع من الموبايل شغال بشكل كويس، تقدر ان انت توقف وتجيب الساوند اللي قبل كده والساوند اللي بعد كده. تقدر كمان تتحكم في مستوى الصوت من على الساعه. بعد كده عندك هنا الساعه العالميه، لو انت ضايف اي ساعه وعايز تتابعها عالميا تعرف التايم فيها كام دلوقتي، بتضيف ده من خلال البرنامج وبتعرف الساعه في الوقت دوت في البلد دي عامله كام عامله ايه. بعد كده عندك هنا الطقس او الويزر، برده بيديك داتا حلوه على مدار الاسبوع، وبتعرف النهارده هو درجه الحراره العظمى كام والصغرى كام والجو عامل ايه والرطوبه وتفاصيل برده حلوه جدا من خلال الساعه. بعد كده عندك البحث عن الموبايل، تلاقي الموبايل بيعمل صوت كده وفايبريشن. بعد كده عندك المصباح اليدوي، تقدر ان انت تفتح الكشاف. بعد كده عندك الاعدادات اللي فيها شويه تفاصيل حلوه جدا. اول حاجه فيهم هو التحكم في الاوجه بتاعه الساعه. بعد كده عندك عرض للقائمه عن طريق شكلين مختلفين، الليسته او الشكل الشبكي. بعد كده عندك هنا وضع توفير الطاقه، بتفتحه وتقفله من هنا. عندك العرض والسطوع، بتتحكم في مستوى السطوع من برضه السيتنج، وبتتحكم في مده اضاءه الشاشه من 5 ثواني لحد 20 ثانيه. بعد كده يكون عندنا هنا الصوت والاهتزازات، نقدر نتحكم في مستوى صوت الساعه، بتعمل رنين او بتعمل رنه عند الاتصال، ونقدر نتحكم في قوه الاهتزاز، عندك مستويين. وكمان عندنا هنا وضع السايلنت، نقدر نفتحه ونخلي الساعه ما تعملش صوت ولا تعمل اهتزاز. التحكم في وضع عدم الازعاج، بتفتحه وتقفله برده من الضبط. بعد كده عندك هنا الاوبشن الحلو قوي اللي هو لما تحط ايدك على الساعه كده الساعه تضلم، ولما تضغط ايدك على الشاشه تنور. من الاوبشنات الحلوه جدا اللي مش موجوده في اي ساعه ثانيه في الفئه السعريه اللي الساعه دي فيها، اوبشن الويك اب، بتفتحه وتقفله من هنا. وعندك كمان بقى شويه تفاصيل حلوه في الاوبشن الويك اب، عايز الويك اب يشتغل معاك طول اليوم ولا عايزه يشتغل في وقت معين. وكمان في حاجه حلوه قوي اسمها ضبط الحساسيه، يعني حساسيه الويك اب، يعني عايزه على طول يشتغل ولا عايزه يهدى شويه. الاوبشن ده انا اول مره اشوف اي ساعه عموما من الساعات اللي احنا جربناها كلها. بعد كده عندك هنا لو عايز تعمل باسورد للساعه، وعندك هنا بقى قائمه النظام اللي هي فيها الريسيت وضبط المصنع ولو انت عايز تقفل الساعه. واخر حاجه عندنا هنا الاباوت بتاع الساعه، اسم الساعه هو اسم الساعه اورايمو واتش 4 بلس. والجميل بقى اللي انا ما قلتلكش عنه ان الساعه ميد ان ايجيبت، واضحه ليك كده ولا مش واضحه؟ وده حاجه جميله جدا، عايزين ننهض بالصناعه المصريه ونبقى جنبها. الساعه ممتازه جدا جدا. طبعا هي اورايمو براند صيني ما قلناش حاجه، بس الساعه بتتعمل هنا في مصر وبتتقفل هنا في مصر وبتاخد علامه ان هي اتصنعت في مصر. طيب هنخش دلوقتي بقى على البرنامج ونتكلم عن البرنامج بالتفصيل ونشوف استخدامات الساعه مع الموبايل. ساعات اورايمو بتشتغل على برنامج اورايمو هيلث، ده خلاص بقت حاجه اساسيه، بقينا بنعتمد الكلام ده على طول بقالنا فتره. اي ساعه من اورايمو بتشتغل على برنامج اورايمو هيلث. برنامج اورايمو فيه شويه واجهات حلوه. اول واجهه في الواجهات ديت وهي الواجهه الخاصه بالنشاط بتاعك، النشاط اليومي. بعد كده عندك لو في بيانات رياضيه او سجل البيانات الرياضيه بتبقى متسجله. عندك معدل ضربات القلب على مدار اليوم، بتلاقي شكلها زي ما انت شايف بالشكل دوت. وعندك برده الاكسجين في الدم، وعندك معدل النوم اللي قلت لك بيجي
بيديك داتا حلوه جدا تقدر تشوفها من خلال الساعه او من خلال الموبايل. يعني انت شايف اهوت النوم العميق كان كام في الميه، الخفيف كام في الميه، تفاصيل حلوه جدا تعرف منها شكل نومك عامل ازاي، ولو انت عايز تصلحه ازاي. بعد كده عندنا هنا الواجهه الثانيه وهي واجهه الالعاب الرياضيه، لو انت عايز تلعب لعبه رياضيه وانت مشغل الموبايل. بعد كده عندنا الواجهه المهمه وهي اللي فيها الساعه. بنخش على الساعه بالشكل دوت، وده الواجهه او القائمه الخاصه بالساعه اللي اول حاجه فيها البطاريه والساعه متصله ولا لا، واسم الساعه والماك ادرس بتاعها. في بعد كده عندنا الواجهات. الساعه بتدعم مجموعه كبيره جدا من الواجهات بكاتيجوري مختلفه وتصنيفات مختلفه، وتقدر ان انت تنزل واجهه خاصه بيك زي ما انت شايف معانا، او تقدر تنزل من على البرنامج مباشره. بعد كده عندنا مزامنه الاشعارات، والساعه بتدعم مجموعه مهمه من الاشعارات الاساسيه. وعندك هنا الاذر بقى تخش تلاقي فيه كل البرامج اللي عندك على الموبايل، لو انت عايز تشغل اي برنامج بشكل اساسي برضه هتجي لك اشعارات مفيش مشكله. بعد كده عندنا الاتصالات الخاصه بالبلوتوث بقى والمكالمات وكده، وعندنا اول حاجه فيها مزامنه جهاز الاتصال، وزي ما قلت لك الساعه بتعمل مزامنه ل 100 اسم. طبعا 100 اسم ده رقم كبير جدا، ما انصحكش انك تنزل 100 اسم، خليهم 10 15 20 زي ما قلت لك قبل كده. لما تيجي تحتاج حد في ال 100 اسم ده تقعد تدور عليه كتير، فانت خلي فيه ارقام قليله هي اللي تقدر تعمل ليها مزامنه عشان لما تحتاج حد فيهم توصل له بسهوله. بعد كده هيكون عندنا مزامنه حاله الطوارئ او مزامنه رقم الطوارئ، بتخش بتضيف رقم عشان لما تضغط على الزرار اللي في الجنب دوت 3 ضغطات تعمل مكالمه الطوارئ. بعد كده عندنا هنا اوبشن ازاي تفتح المكالمات، وعندك لو انت عايز تعرف ازاي تقفل المكالمات دوت موجودين بشكل سهل جدا. لو انت جبت الشاشه الرئيسيه ونزلت كده هتلاقي عندك الهاتف، تضغط بس عليه يبقى انت كده لغيت المكالمات، تضغط عليه مره ثانيه يبقى انت فتحت المكالمات. بعد كده عندنا هنا ضبط الرد السريع. الساعه بيكون عليها 5 ردود، تقدر انت تعدل اي رد فيهم زي ما انت شايف اهوت. انا معدل واحد ومخليه انا بصور حاليا عشان لما يكون حد بيكلمني اقدر ابعت له الرد بسرعه بالحاله اللي انا فيها لو انا عايز اعمل كده. بعد كده عندنا ضبط الصحه، بتحدد بقى هدف للخطوات وهدف للسعرات الحراريه وهدف لوقت النشاط والتذكير بالجلوس والتذكير بتناول الميه وشويه داتا صحيه ممكن تظبطهم. ومن الحاجات برضو المهمه معدل ضربات القلب، بتفعلها من على البرنامج او تلغيها زي ما انت عايز. في حاجه كمان مهمه وهي نوع الرياضه. الساعه بتديك انواع معينه من الرياضه، وبتديك اوبشن ان انت تتحكم في مجموعه من الرياضه انك تشيلها وتضيف رياضات ثانيه من الحاجات المهمه. لو انت محتاج حاجه من دول بتضيفها، لو مش محتاج حاجه من دول بتشيلها. في بعد كده عندنا هنا ضبط المنبه، لو عايز تضيف منبه من البرنامج. عندنا ضبط الطقس لو عايز تظبط الطقس من على البرنامج. وبعد كده عندنا البحث عن الساعه. الساعه بتعمل فايبريشن وصوت، فايبريشن قوي وصوت برضو مسموع للساعه، تقدر توصل لمكانها بسرعه. بعد كده عندنا الساعه العالميه، لو عايز تضيف دوله تتابع الساعه فيها في الوقت الحالي. بعد كده عندك التحكم في الساوند برضو، تفتحه وتقفله من البرنامج. عندك التحكم في الكاميرا عن بعد، شغال بشكل كويس جدا، تقدر تاخد لقطه بالشكل ده كده وبتصور نفسك بالشكل ده وتلاقي ادي الصوره ظهرت بالشكل اللي انت شايفه ده. عندك التحكم في لغه الجهاز، لو عايز تغير لغه الساعه موجود مجموعه من اللغات، طبعا اهمهم العربي. لو عايز تخليها انجليزي، لو لغتك فارسي برضو خليها، لو بتعرف تتكلم برتغالي وات ايفر يعني. عندك هنا بقى التحكم في الشاشه الجانبيه اللي بالشكل ده، تقدر تتحكم فيها من على البرنامج برضو، وتقدر تضيف حاجات وتشيل حاجات زي ما انت عايز. الاوبشنات الحلوه جدا جدا اللي ما لقيتهاش في اي ساعه ثانيه ولقيتها في الساعه الاورايمو واتش 4 بلس، وهو التذكير بفصل البلوتوث. لما البلوتوث بتاع الموبايل يفصل، لما احنا مثلا نفصل البلوتوث بالشكل ده كده، نلاقي الساعه على طول جات لنا بتقول لنا ان في مشكله في الكونكشن. راجع الكونكشن اهو مره ثانيه، في فايبريشن بيحصل دلوقتي وفي رساله بتجي لك ان الكونكشن فصل. حد بقى خد موبايلك ومشي، موبايلك بعيد عنك، الكلام ده هيفرق جدا معاك الاوبشن ده. وده اوبشن كانت الناس محتاجاه، يعني في ناس كانت بتسالنا تحديدا انا عايز الاوبشن ده. بالنسبه للحاجات الاساسيه والمهمه اللي موجوده في البرنامج. وكده نكون خلصنا كلامنا عن البرنامج وربط الساعه بالموبايل. ايه الخلاصه ورأي عام عن الساعه الواتش 4 بلس من قريب؟ الفئه السعريه للساعه فيها انا بقول لك ان انت بتاخد قيمه حقيقيه مقابل سعر، مع ضمان لمده سنه، مع جوده منتج حلوه جدا. معاك ضمان لمده سنه، دي حاجه يعني مش بسهوله تقدر تلاقيها. كمان الضمان احنا اتعاملنا معاه وجربناه على مدار فتره طويله، احنا بقالنا مع اورايمو داخلين في 3 سنين. المنتج اللي فيه مشكله ناخدوه ويدونا منتج تاني، ده موضوع منهي. شفت خلافات وشفت مشاكل على الجروبات، بس المشكله ان التعامل الاونلاين ما بين العميل والشركه غير التعامل ما بين المحل والشركه. ما بين قوسين خد بالك من طريقه التعامل دي، لان الاونلاين بيكون الموضوع صعب جدا. لكن لما بيكون تعامل ما بينك انت، ما بيني وما بينك، او ما بين العميل وما بين محل، بيكون الموضوع اسهل شويه، لان احنا بنعرف نتعامل اسرع مع الشركه منه. ضمان مهم جدا في الساعه بسعر كويس جدا. الساعه سعرها دلوقتي 1300 او 1400 جنيه، فسعر كويس جدا. الساعه اصليه تتحط مع اسعار الساعات الكوبي، فبتاخد امتيازات حلوه جدا. كونكشن مستقر، قياسات دقيقه، دعم كامل لاظهار الاسم متصل، تدعم مكالمات، تقدر ترد على المكالمات برساله، تقدر تعمل خلي الساعه سايلنت، تقدر ان انت تكنسل المكالمه، تقدر ان انت لو مش موصل الساعه مكالمات تقدر ان انت تكنسل برده المكالمه. بطاريه حلوه جدا ممكن تقعد معاك من 4 ل 7 ايام. برنامج مستقر بيديك داتا حلوه
جدا سواء في الداتا الصحيه او الداتا بتاعتك. الساعه فيها رنه للمكالمات، فاوبشن حلوه. تعال نخش الجزء المهم والسؤال المهم للناس كلها، انه الافضل الواتش 4 بلس ولا الاورايمو الاي اس 2؟ مبدئيا لما اجي انا بقارن، انا كمحمد لما اجي بقارن ما بين اي منتج والتاني في شغلنا، انا بقارن اول حاجه الفئه السعريه. يعني لما تبقى ساعه ب 1300 جنيه والساعه ب 2200 او ب 2000 جنيه، فما ينفعش احط الاثنين في مقارنه. طبعا الاي اس 2 احسن بكتير جدا، لكن لو انت مش معاك ال 2000 جنيه بتوع الاي اس 2 وعايز تشتري الساعه ب 1300 جنيه او 1400 جنيه، فطبعا دي المناسبه. لكن طبعا الاي اس 2 احسن فيه الشاشه، احسن فيه السوفت الداخلي بتاعها، لكن تقريبا الدنيا مش مختلفه اكتر من كده، هو الشاشه والسوفت الداخلي. فده بالنسبه للنقطه الاساسيه للفرق ما بين الواتش 4 بلس والواتش اي اس 2. زي ما قلت لك في هنا شويه اوبشنز افضل كشاشه وكسوفت داخلي وكانيميشن وكتفاصيل داخل الساعه مش موجوده في الساعه الواتش 4 بلس اللي ما بتدعمش شاشه اموليد، وده فرق كبير جدا ما بين اي ساعه وثانيه، ان الشاشه اموليد. كمان الريزوليوشن هنا عالي جدا، والنتس والسطوع اقوى بكتير من الريزوليوشن والنتس والسطوع في الواتش 4 بلس. كده احنا خلصنا الفيديو، نخش بقى على المفاجاه المهمه في الفيديو، وهو ان انت هتكسب الساعه دي جيف اواي. فيا رب تكون واحد من المحظوظين اللي هيكسبوا الساعه دي. الساعه دي هتطلع جيف اواي اول ما نوصل ل 20000. بس ايه المناسبه او بسبب ايه؟ هتجاوب على السؤال هساله لك. لو انت جاوبته صح، عملت سبسكرايب ولايك للفيديو، تخش معانا سحب تاخد الساعه دي هديه. ايه هو السؤال في الفيديو بتاعنا اللي احنا عملناه ده؟ لبست كام استراب للساعه؟ فاتفرج على الفيديو كده وعد لي كام استرابات لبسناه، ولو جاوبت الاجابه صح هتخش معايا السحب. طبعا السؤال ده سؤال حويط جدا، لو جاوبت السؤال صح تخش معايا السحب وتكسب الساعه دي. كل اللي عليك تجاوب الاجابه، تعمل سبسكرايب للقناه، لايك للفيديو، تكتب الاجابه صح، واول ما نوصل ل 20000 مشاهده طلع الساعه دي كده. كده شغل خاص، الريفيو الخاص بالساعه الواتش 4 بلس. انا ما كنتش طولت عليك، اتمنى ان يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. زي ما انت شايف الريفيو تفصيلي، مش مجرد طلع اقول لك الساعه بتعمل 1 2 3 4، الساعه الجميله الساعه حلوه، لكن شرحت لك الساعه بالتفصيل وانت ليك الحكم بقى الساعه دي هتكون مناسبه ليك او مش هتكون مناسبه ليك. فما تبخلش عليها بالسبسكرايب، لايك للفيديو، وقول لي رايك بقى او جاوب على السؤال عشان تبقى واحد من المحظوظين اللي هيكسبوا الساعه دي. كده ان شاء الله نكون خلصنا الريفيو. كان معاكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.